السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيبة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. احنا الفيديو بتاعنا النهاردة هنعمل طريقتين للبسبوسة. الطريقتين في المكونات مش مختلفة غير في حاجة واحدة بس. تمام. اما في العمايل او في النتيجة طلعت مختلفة تماما، وحبيت ان انا اقول لكم ايه الاختلاف بين النتيجتين. والعيب مش في المقادير ولا في الحاجة اللي انتي بتحطيها للبسبوسة. البسبوسة كل اللي فيها 1 2 3 4، اكتر من كده مفيش. في اختلاف واحد بس هو اللي بيضيع منك البسبوسة، ايا كانت الطريقة وايا كانت المكونات. تمام. هنا الطريقة الاولانية، انا بجيب دقيق السميد من عند طبعا العطار او من اي مكان انت بتشتري منه دقيق السايب. بتطلبي السميد، لا هو ناعم قوي ولا خشن قوي. تمام. ببتدي ان انا احط عليه السمنه زي ما انتم شايفين كده، وعندي كوبايه الا ربع لبن حليب، بحط عليه معلقه عسل جلوكوز وبرفعه على النار. تمام. هنحطه دلوقتي زي ما انتم شايفين كده، وهفضل اقلب فيه لحد ما العسل الجلوكوز بتاعي يبتدي ان هو يفك خالص مع اللبن ويدفوا هما الاتنين مع بعض. تمام. وانا طبعا حاطه السمنه، وحاطه نص كوبايه سكر كده. تمام. يبقى انا عندي دقيق السميد، حط عليه نص كوبايه سكر، حط عليه كوبايه الا ربع سمنه اهو زي ما انتم شايفين، وهبتدي ان انا اقلبهم كلهم. السكر بتخليه بعد السمنة يكون الحبيبات كلها بتاعة السمنة اتغلفت كويس، وبتحط السكر عشان كل ما هتلف السكر مع الدقيق والسمنة هتبتدي ان انت تتعمل معاكي زي عجينة، فبتخلي السكر في الاخر. خلاص كده تمام. انا حطيت عندي هنا اللبن مع العسل الجلوكوز، وابتدي ان انا اقلبه. انت ما بتعجنيش خالص، انت بتقلبي الدقيق بتاعك بس لحد ما يكون معاكي عجينة، لا هي ناشفة ولا هي طرية. تمام. هجيب عندي الصينية انا دهنتها سمنة، او ممكن تدهنيها طحينة زي ما انت حابة، وابتدي ان انا احط فيها الخليط. هتشوفوا الشكل هتنبهروا بيه جدا 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 جدا. وطبعا احنا الشربات عندنا، انا هحط كل المقدار في صندوق الوصف، سواء للبسبوسة أو سواء للشربات. عندنا الشربات بتاعنا هنحط كوبايتين من السكر، وعليهم كوبايتين من المية. ولو انتي حابة ان هي ما تبقاش مسكرة قوي، هتحطي كوباية ونص سكر وكوبايتين مية. هتبتدي ان انتي هنا تسويها بظهر المعلقة، او ممكن تبلي ايدك مية، وتبتدي ان انتي تبططي عليها بالراحة وبسهولة كده لحد ما الوش بتاعها ينعم خالص. انا سويت الوش بتاعها، وبتحطي الفوطة كده تحت الرخامة، وبتبتدي ان انت تهبديها هبدتين. وده هنا عندي العسل بتاعي زي ما انا قلت لكم. هنا بقى كان عندي شوية مكسرات كده كانوا مركونين من رمضان، قلت اتشملل واتنصح واحطهم كده يدوا شكل ويدوا طعم للبسبوسة، ويا ريتني ما كنت حطيتهم، خسارة. هقول لكم ليه. هي طلعت حلوة والله واتاكلت، مش ما اتاكلتش، اتاكلت بألف هنا وشفا، بس كانها مع شاي. هقول لكم ايه السبب. انتوا شايفين الشكل؟
حاجة كده تبهرك، تحفة. سكر مظبوط، عجينة مظبوطة، كل حاجة فيها تمام. الغلطة الوحيدة اللي في الدقيق ده ان هو مخلوط. مخلوط، ايوه مخلوط. الدقيق ده محطوط عليه نشا. انت لما تيجي تمسكي الدقيق السايب اللي انت جايباه من عند العطار هتحطيه على ايدك كده. لو انت بتنزليه لقيتي ايدك معلمة بدقيق، هتعرفي ان الدقيق ده مخلوط. بصي، هو كان هنا في البوتاجاز، انا حطيته على حرارة 200، خدت تقريبا حوالي 40 دقيقة. تمام. انا لما لقيتها ابتدت ان هي مش الطبيعة اللي انا بشوفها من البسبوسة بتاعتي اللي انا بعملها، ابتديت ان انا اشققها وهي بعد ما كانت بقالها شوية في الفرن. هنا استحالة هتشرب منك تماما، لان النشا اللي جواها مصها، خلاها نشفت، خلاها بقت معضمة، ما بقتش حلوة. بصوا زي ما انتوا شايفين، بتحطي العسل ومش راضية تشرب. طب انت يا حبيبة جايبالنا فيديو اهو، زي ما انتوا شايفين طلعت حلوة، وبعد شوية بعد ما سبتها بس ناشفة جدا جدا، كناها زي يعني قطرة من البقسماط كده بشوية. بس شربنا بيها الشاي، لان طبعا نعمة ربنا وما ينفعش ان احنا نرميها ولا نتجاهلها، يعني عشان ده نعمة بتاعت ربنا. لو مش لاقيينها النهاردة، لو لاقيينها النهاردة مش هنلاقيها بكرة. فزي ما انتوا شايفين الشكل جميل جدا، بس الطعم مش بسبوسة. الشكل بسبوسة بس الطعم برضو مش بسبوسة خالص. ليه؟ نشفت من سبب الدقيق. فطالما بتجيبي دقيق من عند العطار لازم تكوني واثقة تماما من الدقيق اللي انت بتجيبيه. طب ايه الخبل والوكسة اللي انت عاملاها يا حبيبة؟ جايبه لنا بسبوسة بايظة وبتعمليها لنا؟ لا، ما احنا اتفقنا ان احنا زي ما بنعمل ايجابيات لازم برضو نقول على السلبيات. زي ما انا اتغشيت في الدقيق، وزي ما انا جبت الدقيق من حد مش مضمون، انت كمان ما توعيش في الغلط ده. هنا بقى عندنا البسبوسه بتاعتنا، هوريها لكم بطريقه تانية، وهوريها لكم احنا هنعملها ازاي، وطلعت تحفه وجميله جدا. اولا، هي البسبوسه ما بيتحطلهاش بيكنج باودر، بس الدقيق السايب الاكياس بيعملوا اهو. بصوا زي ما بقول لكم اهو، حطيت على ايدي نزلت فيها السميد تماما، ما فيهاش اي علامات من علامات الدقيق. حلو كده. فانا بحط على المعلقه حبه بيكنج باودر صغير، وعندي هنا نص كوبايه سمنه بلدي، وعندي كوبايه سكر، وعندي كوبايه زبادي، ومكان كوبايه الزبادي هنحط مكانها نص كوبايه ميه. تمام. هنا دهنت الصينيه بتاعتي، وهنا عندي ادي الميه اللي انا بقول لكم عليها، اللي انا هاخد منها نص كوبايه مكان الزبادي. وهنا عندي السميد هحط عليه السكر بتاعي واقلبه كويس. وهنا كنت دهنه الصينيه وهقلب السميد بتاعي كويس جدا جدا بالسكر والذره بتاعه البيكنج باودر. تمام. هقلب حلو قوي، وانا كده في الوقت ده كنت بسيح السمنه علشان خاطر اقول لكم انا هعمل معاها ايه. اللي ما وصلش اللي وصل معايا لحد دلوقتي في الفيديو ما ينسانيش في اللايك الحلو والكومنت والدعوة الجميلة اللي انتوا بتقولوها لي. واللي ما اشتركش عند حبيبة في القناة هتلاقي كلمة حمراء تحت الفيديو. لو حضرتك حابة انتي مش مضطرة، لو اتفرجتي عندي وحبيتي ان انتي تشوفي قناة حبيبة هتخش عندي وهتلاقي حاجات كتير قوي قوي هتعجبك ان شاء الله. هنا انا سيحت السمنة بتاعتي نص كوباية طبعا غير اللي احنا دهنين بيه الصينية، وهحط عليها هنا معلقة عسل وهي السمنة سايحة سخنة قصدي. وما تنسيش تدوسي على الجرس اشعارات الكل عشان يوصلك كل جديد من حبيبة. حطينا هنا كوباية الزبادي بتاعتنا، هنقلبها كويس قوي قوي قوي. هنا حطينا كوباية الزبادي ونص كوباية المية اللي احنا قلنا عليها هنحطها مع الزبادي. عايزة اقول لكم ان الزبادي بيدي طراوة جميلة جدا جدا جدا
للبسبوسة. هنا هقلب الخليط بتاعي كله 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 على بعضه زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي ان انا انزل الخليط بتاعي على البسبوسة. ايوه كده حلو قوي. بالسباتولا بقى بتاعتك، وتبتدي ان انت تلمي العجين. ايوه لم، لكن احنا مش عايزين نعجن علشان البسبوسة ما تعملش معاكي عرق، والعرق دوت هيخليها تبقى معيشة. لما تيجي تسويها تحس ان هي عاملة زي العيش، ان هي مش فيها حبيبات البسبوسة خالص. حطيت بقيت شوية المية، مع انت بتاخدي نص كوباية الزبادي قبل ما توصل للحرف كده مية. ولو حسيتي ان هي مش لينة قوي تبتدي ان انت تحطي معلقة واحدة زي اللي انت شفتيها دي. تمام. هنا البت ضحى بتصورني، شيلي ايدك وشيلي صوابعك من على الكاميرا. اهي زي ما انتوا شايفين، بصوا بقت عاملة ازاي، عجينة طرية، مش يابسة ومش لينة. فاضية هنا في الصينية بتاعتي، دي صينية البسبوسة. الصواني الألومنيوم، وخصوصا كمان الصواني اللي هي فيها كيرف قليل ديت، بتبقى تسويتها حلوة قوي في البسبوسة وبتبقى جميلة. هنا هسويها بالسباتولا، وممكن برضو تبلي ايدك مية وتحاولي ان انتي بطراطيف صوابعك كده، وتبتدي ان انتي تملسي على وشها عشان وشها يبقى املس وناعم وجميل. وهو ده اللي انا هعمله دلوقتي. انا هجيب شوية مية وهعوز السباتولا بتاعتي، وابتدي ان انا املس على وش البسبوسة عشان تطلع ناعمة. اهو زي ما انتوا شايفين كده، نعميها مش هيجرى لها اي حاجة، علشان لما تخش الفرن او تقطعيها تبقى متساوية، وتخبطيها خبطة صغنونة كده هتلاقيها كلها بقت مقاس واحد. هنقطعها هنا. هنا بقى انا عاملاها سادة لان انا ما كانش عندي ده، كل اللي كان عندي كانوا حبة مكسرات كده من بواقي رمضان، وكنت حطاهم في الرف بتاع التلاجة. ولما لقيتهم قلت والله اللي انا عامله بيهم صينيه بسبوسه العيال يدوها شكل كده وجمال. بس ربنا ما اردش يعني انها تطلع ايه بسبوسه، بس اتاكلت. يعني نعمه ربنا ما حدش يرميها ايا كان. عارفه لو انت اضطريتي حتى تجيبي لبن حليب وتدفيه وتحطي على كل قطعه معلقه لبن كده هتطرى وتبقى زي الفل، والولاد هياكلوها مش هيبقى فيها اي مشكله. لان انا خلصتها اهي جميله وحلوه، وانا مستبشره بيها خير. هدخلها على الفرن. انا بقى لا بسيبها زي ما بيقولوا بنسيبها 10 دقايق ربع ساعة على رخام، انا ما بسيبهاش، انا بخلصها على طول. وطبعا الفرن بتاعتي شغالة على درجة حرارة 200. بدخلها الفرن على الرف الاوسط على الشبكة اهو. حطيتها هنا، وهنا كنت حاطة كنافة بحمرها علشان خاطر هعمل بيها وصفة ان شاء الله. اهي كنت خلصتها وركنتها على جنب. هنا طلعت البسبوسة. عايزة اقول لكم البسبوسة سخنة جدا جدا جدا، وهبتدي ان انا احط عليها الشربات برضو سخن. بصوا بقى بتشرب ازاي، بصوا فرق بين التانية وفرق بين دي، فرق كبير صح؟ انتوا شايفين. بص كل ما هتديها كل ما هتشرب كده، انت تعرفي ان دي البسبوسة الناجحة بالنسبة لك. اهو شايفينها، ما عملتش فيها اي حاجه، بسم الله ما شاء الله. ولو انت كان عندك، بصوا طريه ازاي، انت لو كان عندك عسل تاني وكنت حطيتي كانت هتقبل منك، بس انا عندي الاولاد مش بيحبوها مسكره قوي وبيبقى طريه قوي، بيحبوها ماسكه نفسها. خلاص انت زقيتي العسل بتاعك، بتبتدي ان انت تجيبي صينيه او عندك ورق الومنيوم، بتبتدي ان انت تغطي الصينيه بتاعتك وتحطيها شويه قبل ما تقطعيها. طبعا هي مش سبتها شويه، ده هم يا دوبك بالظبط مفيش نص ساعة وأقل كمان. يعني أنا بقطعها دلوقتي وهي دافية. عايزة تاكلي البسبوسة وتاكليها صح، لازم تكوني عاملاها قبليها بليلة. لو انت هتقدميها لضيوف أو عندك مناسبة ما تقطعيش البسبوسة في نفس اليوم. بصوا بقى أنا عمالة أقطع وأحط في بقي وأنا واقفة وآكل. بص ناعمة ازاي، والله ناعمة وجميلة وزي الفل.
ومش طارده العسل بتاعها ولا قعر الصينيه فيه عسل اقول لك ان هي طارده، لا والله. طلعت جميله وطلعت حلوه، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد باذن الله.